السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كي دايرين يا أغلى وأحلى متتبعات؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي، ويلقاكم في هذا الفيديو ديال اليوم في تمام الصحة والعافية. شخباركم اخواتاتي، صحاباتي، امهاتي، وكل اللي دخل عندي لقناتي؟ مرحبا بكم اختي والف الف مرحبا. ايوا ما تنساونيش اخواتاتي من لايك، الله يفرحكم يا ربي. عرفتوا البنات، اليوم غنقدم معكم واحد الزيت اللي غزال وشحال ما شكرت لكم فيه ما غاديش يوفيه حقه. شفتوا عند واحد الاخت رانا نقول لكم قنبله هي هذيك. ايوا شكون اللي منا اختي؟ انا كنهضر على راسي. هاد الفتره هذه من السنه البنات ما عمرني ما طاح لي شعري بحال هاد الفتره هذه من السنه. كدرت واحد الشومبان، نطول عليكم، كدرت واحد الشومبان جديد. بقيت درت السبب، قلت هذا من الشومبان اختي بدلته. اول مره نستعمل داك الشومبان ولا كطيح لي بواحد الطريقه. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. قلت انا راه من الشومبان، حيد داك الشومبان، رجعت للشومبان ديالي والو نفس المشكل. وفي هذا الفصل ديال الخريف كيبقى يطيح الشعر، ولكن اختي راه قراب نقراعو. ايوا عليها اختي مشيت وقلبت ولقيت هذا الزيت وغزاله البنات، وان شاء الله غنشاركو معكم، واللي جرباتو غدعى معايا ان شاء الله. انا رجعت معكم اخواتاتي، هادو هما المكونات اللي غزالا وان شاء الله الرحمن الرحيم غترحموا لي الوالدين عليهم. وبالنسبه للزيت اللي غنخلط به هذه الوصفه من بعد وغنشاركو معكم. هنا البنات عندي سكنجبير طري كما كتلاحظوا. هذه راه البنات خديت انا واحد 7 ديال الدراهم، قسمتها على 2. فهمتوني يا البنات؟ وعندي واحد الراس ديال الثومه حمراء. عندي هنا الازير البنات، الازير عرفتوه؟ نقرب لكم الكاميرا شويه. هذا الازير. هذه الحلبه هنايا عندي تقريبا معلقه كبيره. هنا اختي عندي ورق سيدنا موسى، واحد 7 الورقات. وهنا القرنفل، كاينت واحد المعلقه عامره صغيره. هنا الحبه السوداء او السانوج، وكل واحد وكيفاش كيسميه. حتى هذه شي معلقه كبيره وشي حاجه. هنا اختي هذه زيت الحبه السوداء، عرفتوها البنات؟ الزيت ديال الحبه السوداء. هذا زيت الكوكو اخواتاتي اللي عندي غنستعملو. نتوما البنات استعملوا اي زيت عندكم بالكوكو. انا اختي رجعت معكم، ما عرفتش التليفون حتى حبس ليا. بالنسبه للسكنجبير انا حكيته وقطعته طريفات صغار. ايوا غنجيبو اختي واحد القرعه الساج ياك، غادي نديرو فيها هاد المكونات كامله. عرفتي اختي راه هادشي كله غزال. نديرو هاد الورق سيدنا موسى، نزيدو الحبه السوداء. عرفتوا خواتاتي والله العظيم، لا هاد الفصل من السنه واش كلشي بحالي ولا انا بدا كيبقى يطيح لي شعري. ولكن كما سبق لي وذكرت معكم، هاد العام هذا زايد بزاف. ايوا ما نلقاوش محسن من الوصفات الطبيعيه. هادشي اختي كله غزال والله، الا وغادي ينفعنا في الشعر ديالنا. صافي اختي غادي تعمري القرعه ماشي مشكل. هذا الراس ديال الثومه حتى هو يكون احمر. اختي هادشي راه رخيص، راه راس الثومه راه دايره شي درهم ولا، وهادشي راه تشريو واحد 3 دراهم من الجيب. صافي وغنقسموها اختي على 2. الرويصات ديالها بالشغله ديالها بحال هكا. ايوا اختي نعالجو اختي شعرنا على شله. عرفتي هاد الوصفه راها كتحبس من تساقط الشعر وكدير كتنبت الشعر مع المداومه البنات. باش ما نجيش نقول لكم من اول استعمال غادي، المهم من اول استعمال غينال الاعجاب ديالكم على حسابي. ولكن هادشي الاخر غتبقاو تستعملوه. هاد الزيت غنديرو اختي، وغادي ندير حتى زيت الكوكو. عرفتوا اخواتاتي راه الريحه ديال الثومه بقات طالعه، الريحه ديال الثومه، ولكن معليش
غندير اختي واحد النصيص ونخلي نصيص حتى المره الاخرى نستعملو ان شاء الله. صافي هاد المكونات كاملين غنجيب الزيت اللي غنخلطو به. ها هو اختي الزيت اللي غنخلط به، عرفتوها البنات، هو اللي شفتو انا في الوصفه مكتوبه هنا فيه الزهراء وفيه هاد الورده. انا ما لقيتوش اخواتاتي، ما لقيتش انا الزهراء وبدلته بهذا حتى هو بحالو. ضروري ديروا من هاد الزيت هذا اخواتاتي، ما ديروش زعما زيت العادي ولا هذا كيكون زايد الثمن على الزيت الاخر. صافي اخوتي وكتحركوا القرعه ديالكم قلت لك اختي، وكتحركوا هاد المكونات كاملين. عرفتوا اخواتاتي راه حاجه تنسيكم في حاجه غني ان شاء الله هاد الزيت وغادي تشكروني عليه. صافي اختي انا ندير قارعه على حساب ليا وبنياتي عندو باش يضرنا اختي. ايوا اختي هادشي اللي كاين، غادي نخلطوا هاد القرعه كامله، نخليو هاد المكونات كاملين يتجانسوا مع بعضياتهم اختي. صافي اختي غادي نسدو قرعتنا وغادي نديروها في حمام مريم البنات، ضروري باش كيزيدوا يطلقوا مع بعضياتهم. صافي نسدوها مزيان ونديروها في حمام مريم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ملي غادي نديروها في حمام مريم غادي نديروها في واحد البلاكار يكون مسدود، يكون مظلم من مثلا من الدوش ديالكم، من السيمانه للسيمانه اختي غتمشي للحمام ولا غتغسلي عفاك شي غسله اللي مزيانه، غتشدي اختي هاد الزيت وغتشقي به شعرك مزيان من الجذور للاطراف. فهمتوني البنات؟ تصفيوه طبعا من هذا الشيء وغادي يا اختي تغلغلي لي راسك، غلغليه مزيان، ما عندك مناش تخافي، كل شيء طبيعي وكل شيء غزال وان شاء الله البنات غينال الاعجاب ديالكم. قلت لك اختي وغادي طبقيه على شعرك مزيان وغدير له شي حاجه تغطيه بها، شي هذاك ديال الماسك اللي كنديرو او بلاستيكه ماشي مشكل، وتخليها اختي واحد جوج سوايع 3 ماكسيموم لا طولتي، ما تباتيش بها اختي ولا شي حاجه. انا كنعاود ناكد لكم الزيت لا بقى في الشعر ما صالحش، في ديك 2 سوايع او 3 غيكون عطا المفعول ديالها. ايوا صافي اختي ودوشي وان شاء الله الرحمن الرحيم غينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى البنات اللي عجباتو الوصفه وجربها وجربوها وان شاء الله غترجعوا الكومونتيرات وغتشكروني عليها. صافي يا البنات، وما تنساونيش اختي شي لايك وشي كومونتير يكون غزال بحالكم والله يخطيكم عليا وتهلاو لي فراسكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.